خلص على جوز بنته يوم فرحها لسبب ما يخطرش على البال. سنة 1937 اتولد جريدي ستايلز، وللأسف كان مريض بنفس المرض أو الإعاقة المنتشرة في عيلته، وهو مرض الكراكند النادر، وده ربنا يعافينا بيعمل تشوهات في الإيدين بيخليهم شبه إيدين الكابوريا، يعني من غير صوابع. بس المشكلة إن جرادي كان جايله في إيديه وفي رجليه، فكان دايما بيستعمل الكرسي المتحرك عشان يساعده ويقدر يشتغل في السيرك زي باقي عيلته، خصوصا إن سبحان الله ربنا كان معوضه ودراعاته كانت قوية جدا. وتفوت السنين ويكبر جرادي ويتجوز واحدة اسمها ماري تريزا، ويخلفوا بنتين هما دونا وكيتي. وكعادة عيلة ستايلز واحدة من البنتين وهي كيتي ورثت حالة والدها جرادي، فشغلها معاه من صغرها في عروض السيرك. ومع كل ده حياتهم الأسرية ما كانتش أحسن حاجة، لأن بالرغم من حالة جرادي وشكله الطيب بس كان عصبي جدا وطول الوقت بيشرب، ودايما في البيت كان بيصبحهم بعلقة ويمسيهم بعلقة، خاصة بنته الطبيعية دونا. وده اللي خلى مراته الأولانية ماري تريزا تزهق منه وتتطلق. وبعد الطلاق بفترة اتجوز جرادي مرة تانية، والمرة دي خلف ولد سماه جرادي ستايلز الثالث، وللأسف برضه كان وارث نفس الحالة وانضم لأبوه وأخته في السيرك. وتعرفت فقرتهم اللي بيقدموها هناك باسم عائلة الكراكند أو لوبستر فاميلي. وتفوت السنين وهو على نفس الحال، العصبية والضرب لولاده وخاصة بنته السليمة دونا، لدرجة انها يوم ما اتخطبت ما كانش بالع خطيبها، ومع انه كان عارف ان في بينه وبين بنته دونا قصة حب، قرر يخلص عليه يوم الفرح عشان بعدها يسلم نفسه ويعترف باللي عمله. بس الغريب ان جرادي وقتها ما اتسجنش، واكتفوا انه يتحبس في بيته وما يخرجش غير بإذن من الحكومة، وده طبعا تقديرا لحالته الصحية. وطبعا بعد الموقف ده مراته التانية حصلت الأولانية ورفعت قضية وطلبت الطلاق. ومن مبدأ ما زال عدا معتذرا اللي ما فيش أي واحدة بتقبله، مراته الأولانية ماري تريزا قبلته لما رجع لها وتأسف وقال لها إنه بقى إنسان جديد، عشان بعد فترة قصيرة ترجع ريما لعادتها القديمة ويعمل نفس اللي كان بيعمله قبل كده. هنا بقى ماري تتخنق منه على الآخر، عشان سنة 1992 تتفق مع ابنها اللي من جوزها اللي قبل جرادي وواحد صاحبه إنهم يخلصوا عليه هما التلاتة. فاتفقت مع صاحب ابنها اللي اسمه كريس على $1500، وفعلا كريس ما كدبش خبر واداله طلقة في دماغه خلصت عليه وقت. وبعدها بفترة قصيرة يتقبض على كريس ويعترف على ماري وابنها. والغريب ان محدش منهم انكر في المحاكمة انهم كانوا عايزين يخلصوا على جرادي ستايلز، لدرجة ان مراته قالت انه يعتبر كان بيخلص عليهم كل يوم، وان عيلتها دلوقتي بتعيش في امان. ويتحكم بعدها على كريس بالسجن 27 سنة وعلى الابن ب25 سنة. اما ماري فاتحكم عليها بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة التآمر والمشاركة في القتل. بس في النهاية تفتكر مهما كانت درجة عصبية الأب ممكن يغير من بنته أو ابنه لمجرد إنهم مختلفين عنه؟ هستنى رأيكم في التعليقات.